تيك توك هيقف يوم 15 يناير 2025. وموضوع الكارثه الغريب اللي حصل لطفل في شبرا، ودلوقتي مفيش ولا سايبر تراك واحده تكون بتتباع في السوق. ويا اهلا وسهلا بيكم في نشره لولو. قبل ما نبدا النشره احب اقول لكم النشره دي هتكون نشره اسبوعيه كل يوم حد الساعه 7 بالليل، فتاكد انك تظبط كام منبه بتاعك عشان ما تفوتكش ولا واحده من الايام اللي جايه. بما اننا بقالنا سنين ما عملناهاش فلازم تعمل لايك وتدعمنا كده بكومنت حلو وتتفرج النشره لحد الاخر. قبل ما نبدا نقول الخبر اللي جاي ده، احب اقول لك ان الخبر ده في حاجه كده أليمة شويه وصعبه شويه، فخلي بالك لو عايز تسكيب الخبر ممكن تعمل كده عن طريق اللينك الموجود جوه ديسكربشن الفيديو. اللي فيكم ما يعرفش في حاجه اسمها الدارك نت او الدارك ويب، وده بيكون مكان بتعمل فيه حاجات مش قانونيه. ايام زمان كان ممكن تبيع وتشتري عليه حاجات كده تعمل لك دماغ، او حرفيا تأجر ناس تعمل لك اي حاجه انت عايزها، تسرق او تعمل اللي حصل للطفل اللي حصل له في شبرا. وانا بحضر النشره دي شفت الخبر ده قلت اكيد مش حقيقي. طب خلينا نفتح سورس تاني، لقيت يوم السابع، العربيه، CNN، كل الاخبار عالميا ومحليا بيتكلموا عن الموضوع ده. الموضوع ده بتكلم عليه في نشره تكنولوجيه لان المنبع بتاعه هو التكنولوجيا، هو الدارك نت. الجريمه دي فيها 3 اشخاص. الشخص الاولاني هو عيل مصري عنده 15 سنه قاعد في الكويت. الشخص الثاني هو ولد عايش في شبرا. والشخص الثالث هو طفل صغير كان عايش في شبرا بقى. العيل قاعد في الكويت اللي لسه مكمل 15 سنه شاف اعلان في الدارك ويب بيقول لك احنا عايزين اعضاء اطفال. راح عمل ديل واتفق معاه على 5 مليون جنيه مصري هيكونوا هديه الشخص اللي هيجيبوا له الاعضاء دي. وراح كلم واحد عايش في شبرا وقال له يلا انزل هات اعضاء الطفل ده وانت بس بتعمل ده صورها فيديو كول عشان يكون ده زي بروف، حاجه كده توحي ان ده كانت حاجه حقيقيه مش حاجه قديمه وبس. حاجه أليمة وقذره ومقرفه وما فيهاش انسانيه وفيديو كول بجد. وانت يعني بس اللي يستغربوا اكتر هو الدارك نت ده بقاله سنين شغال في امريكا، بقاله سنين والناس ما زالت بتعمل عليه حاجات مش تمام، وكل يوم والتاني يقفشوا الناس وبيسجنوهم. بس الفكره ليه الموضوع مكمل وعيل عايش في بيتهم عادي يدخل كارثه بكل المقاييس، والشر موجود في اي حته، والسوشيال ميديا ساعدته على ان هو ياخد مساحته اكتر. رسميا يا جماعه يوم 15 يناير 2025 تيك توك مش هتشتغل في امريكا. باند غير مصرح ليها ان هي تكون موجوده. الابلكيشن هتتلغي من الاب ستور. احب اقول لك هي هتتلغي من الاب ستور عشان ده بتاع امريكا، بس ده معناه ان هي مش موجوده في الاب ستور اصلا لكل العالم. يعني اي حد عنده موبايل شغال بابل ستور على ايفون ولا حتى جوجل بلاي على اندرويد، الاثنين دول مش هيكون فيهم ابلكيشن تيك توك. بس تيك توك عندها مخرج واحد بس ان هم يقدروا يكملوا موجودين، وهو ان الشركه الاصليه اللي عملت تيك توك اللي هي بايت دانس تبيع حصتها اللي هي 25% من تيك توك لانفسترز امريكان. لو ده حصل تيك توك هتكمل موجوده، لو ده ما حصلش تيك توك رسميا هيتمحي من الوجود. في امريكا الرئيس مش هو اللي بياخد القرار، الرئيس بيطلع بالفكره وبعد كده الكونجرس بياخد القرار. 79 كانوا مع القرار و18 كانوا ضد القرار، فالقرار ده تم. وعلى فكره ده مش اول مره يحصل الموضوع ده. في مايو 2019 هواوي حصل فيها نفس الموضوع بالملي. ايام ما كانت طفره ال5G هتدخل وكل الابراج هتتحول الى 5G، قال لك هواوي بره اللعبه، خلي بقى الشركات بتاعتنا والشركات الفرنسويه والناس اللي احنا حلفائنا يشتغلوا ونعمل بزنس معاهم. وده مش مجرد اثر على هواوي كوميونيكيشنز كتاورز، ولكن ده دمر الشركه كموبايلات عالميه. امريكا قوه عظمى، فانت لو عايز تشتغل معاها هتحتاج تخضع لقوانينها او تقرر انك تشتغل لوحدك. وده ياخدنا الخبر اللي بعده، هو خبر من شركه تسلا عمال يطلع عليها كميه اخبار سلبيه بقالي اكتر من سنه بسمعها، والشركه زي الفل وشغاله. الشركه دي تسببت في مقتل اكتر من 26 شخص في خلال كام شهر اللي فات بسبب التسلا فول سيلف درايفنج، اللي هي عربيه بتسوق نفسها بنفسها تلقائيا من غير تدخل بني ادم تماما. الفول سيلف درايفنج قتل 26 واحد، ده بالاضافه لاكتر من 300 شخص مصاب في حوادث عربيات بسبب فول سيلف درايفنج، والشركه شغاله زي الفل. والجديد دلوقتي اللي حصل في السايبر تراك وخلى تسلا تسحب ال 3878 عربيه تسلا سايبر تراك اللي باعوهم، دواسه البنزين او الاكسلريتور، الحاجه اللي بتحرك العربيه لقدام لما تدوس عليها عشان تطلع بتهنج عند ال 100%. كارثه، انت دايس بنزين على الاخر 100% ومش بتعرف تشيل رجلك. والموضوع ده متخلف جدا لما تشوف بساطه المشكله دي من فيديو بتاع MKBHD. في الفيديو بكل بساطه بيقول لك
لك انك لما تدوس على الدواسه في مشكله ان الدواسه متحركه، فهي الحديده بتفلت. لما الحديده بتفلت وانت دايس تحت خالص هتفلت وتنزل تحت حته معموله غلط في العربيه، مسافه المفروض ما تكونش موجوده. بالتالي العربيه بتدوس 100% وما بتعرفش توقف. راحوا سحبوا 3878 عربيه قبل ما تحصل كوارث عشان يحلوا الموضوع ده ويرجعوا العربيات للناس. حركه زي كده لو حصلت مثلا من شركه صينيه بتبيع عربيات في امريكا، الشركه دي مش هتتقفل، الشركه دي هيتقطع عيشها تمام من كل العالم. لكن طالما شركه تسلا غلطت غلطه زي كده عادي، ايه المشكله؟ شركه امريكيه محترمه خاضعه للقوانين وتحت سيطرتنا وبتجيب فلوس للبلد، نكمل. واضح ان السياسه بتلعب ادوار كبيره جدا في البيزنس. وعلى فكره الشركات اللي بتقطع عيشها دي جي اي عليها الدور. دي جي اي دي ماركه كاميرات وستابلايزر بتاع كاميرات كده ودرونز بتطير وبتصور، ماركه محترمه عندها منتجات عاديه ملهاش علاقه بالسكيورتي ولا اي حاجه زي كده، صح؟ الحاج بايدن عمل قعده كونجرس وطلع قرار جديد ومستنيين كونجرس يصوت عليه ويقول هو مع ولا ضد. والقرار ده بيقول بكل بساطه ان دي جي اي الدرونز بتاعتها بتبعت داتا عن الحاجات اللي هي بتصورها في امريكا من غير ما اليوزرز يعرفوا لحكومه الصين وبيتجسسوا عليها. الفكره بس ان امريكا طلعت شويه قوانين بتقول لك نو فلاي زون، حتت ما ينفعش تطير طيارتك الدرون فيها جوه امريكا، وده بالقانون اتطبق على درون دي جي اي وهم قالوا ما عندهم اي مشكله. والدرون اصلا لما تدخل في الحته دي تلاقي الدرون نزلت لوحدها من غير اي نوع من التدخل الحربي، ولا الدرون بتنزل لوحدها عشان ما ينفعش تطير في الحته دي. منين بقى قلت ان انتوا بتجسسوا علينا فشيل الشركه؟ في حاجه مش مظبوط. المفروض قعده الكونجرس اللي هيصوتوا فيها على مستقبل دي جي اي هتكون في اول اسبوع في شهر. بس كده دي كانت نشره لو عجبتك النشره اتاكد انك ضغطنا اللايك المتين، اعمل سبسكرايب واشوفكم في الفيديو اللي جاي.